comment, and subscribe. هل تقدر يا صديقي ان انت تعمل تأثير الانهيار العصبي على كاب كوت بي سي زي افلام هوليوود وزي فيلم اوبنهايمر زي ده بالظبط؟ انا في الفيديو ده يا صديقي هعلمك ازاي تعمل تأثير الانهيار العصبي او المنتال بريك داون افكت على كاب كوت بي سي، وان شاء الله بأسهل طريقة. وانت طبعا يا صديقي بتسأل نفسك اسئلة قبل ما تبدأ تعمل اي افكت. هو السؤال الاول: ايه هي الخطوات الرئيسيه للعمل التاثير ده، وازاي اضيف لمساتي الابداعيه على التاثير ده؟ ان شاء الله في الفيديو ده هجاوب لك على كل الاسئله اللي في دماغك دي باذن الله. والمهم يا صديقي، انا قضيت فتره كده بدور على طريقه حلوه اعمل بيها الافكت، وكمان طريقه سهله عشان اوصل لك بيها المعلومه وافيدك بيها ان انت تعمل نفس التاثير ده في فيديوهاتك بس على كاب كات بي سي وبطريقه سهله ان شاء الله. وبرضه محضر لك كده زي دليل صغير فيه الخطوات بالتفصيل، خطوات ان انا عملت بيها الافكت ده ازاي وتعمل ايه وكده، في الوصف تحت، فياريت تنزله مجاني ومن غير فلوس، هتستفيد منه برضه. طيب يا شباب، في شرطين لازم تحققهم عشان تعمل الافكت ده فعلا بوضوح. اول حاجه لما تيجي تصور لازم تصور شوت يكون انت مش موجود في الشوت خالص، بتصور الشوت زي ما تقول الباك جراوند بس او المقطع بس من غير ما انت تكون موجود فيه لمدة 30 ثانية او دقيقة او على حسب الشوت بتاعك قد ايه مدته، وتصور تاني والشوت بتاعك وانت بقى ايه في الشوت بتاعك، او ان انت يعني تكون بتمثل او بتعمل المشهد يعني اللي انت عايز تعمله بشكل عام، بتصور. لازم الشرطين دول يتحققوا. تمام؟ ليه؟ ان اللاير تمام بيتحقق فيه الشيك افكت ده او المنتال بريك داون افكت بيتحقق في الباك جراوند، وانت بتضيف البلور وبتضيف الشيك افكت على الباك جراوند، مش على البتاعه كلها. يعني مش هينفع تحط على نفسك وعلى الباك جراوند بتاعتك ايه الشيك افكت. طيب انت دلوقتي انا عارف انت مش فاهم، خليني ايه اعمل لك مثال واضح عملي قدامي اهو. تمام؟ على نفس الافكت اللي انت شفته ده هعمله لك مره تانية عشان ايه تفهم. فدلوقتي نفترض مثلا انا عايز اعمل الافكت ده زي ما انت شايف في الحته دي، عايز اعمل الحته دي كده ايه الشيك افكت او تاثير الانهيار الايه العقلي. اول حاجه انا عايز بس امسح عشان ما تقعدش تزعجنا. تمام؟ عندك اهو هذا الكائن الفضائي اللي انت شايفه ده. تمام؟ انا عايز اعمل في الباك جراوند هنا الاهتزاز ايه اللي احنا عارفينه. تمام؟ انا مثلا رحت ايه قطعت الفيديو من هنا لهنا مثلا. خلاص انا بس هعرب عشان تشوف. دلوقتي عندنا لاير واحد. اللي انت هتعمله بمنتهى البساطه هتضغط على الت، يعني هتفضل ضاغط على الت، ما تشيلش صباعك من عليه، هتشد الايه اللاير بتاعك لفوق. تمام؟ هيعمل لك ايه زي ما تقول دوبليكيت لاير او استنساخ من اللاير بتاعتك الاساسيه. خلينا بس نصف في القهوه، اقصد الشاي. دلوقتي عندك ايه ده وعندك ده. انت دلوقتي كل اللي انت عليك تعمله ان انت ده دلوقتي نفترض يعني ده اللي هو انت وده الباك جراوند بتاعك. انا هفصل نفسي بقى عن الايه على الباك جراوند. طيب في دلوقتي حاجه حلوه جدا في كاب كات. انت ممكن تعملها بمنتهى السهوله ان انت تفصل نفسك على الباك جراوند. هتيجي هنا جنب البيزك عند ريموف بي جي هتلاقي حاجه اسمها اوتو ريموفر. بجد بيعمل شغل حلو جدا جدا، بس لازم الشوت بتاعك يبقى متنور كويس. خلاص هنقوم ايه عاملين اوتو ريموفر. تمام؟ وحاول وانت بتعمل الاوتو ريموفر ما يبقاش فيه حاجات كتير كده في الخلفيه. انا طبعا حاطط جرين سكرين او كروما عشان ايه يشني بسرعه، بس طبعا هو بيعمل شغل حلو جدا زي ما انت شايف. هو ايه عمل شغل مش وحش. تمام؟ طبعا زي ما انت شايف الوش باين، اهم حاجه الوش باين، وهنا اصلا كان الحته دي مضلمه. تمام؟ وده كده كده هيبقى ايه هيبقى انت اللي هو انت. فدلوقتي انت عندك ليرين، اللاير اللي فوق ده اللي هو انت اللي انت لسه فاصل نفسك على الخلفيه، واللاير اللي تحت اللي هو الخلفيه. صح؟ تمام. دلوقتي هتروح ناحيه الافكت. تمام؟ وهتدور على هي في الترندنج تقريبا هتدور على شيك افكت. تمام؟ هو في نوعين من الشيك، خلي بالك، يعني في الافكت في نوعين، في الشيك ده
تمام، وفي واحد تحت زي ما انت شايف فيه اللي هو ايه يعني يعني الاتنين عامة مختلفين عن بعض، يعني جرب ده وجرب ده هتلاقي اتنين مختلفين عن بعض. تمام. انا في العادي انا بحط العادي اللي هو الشيك العادي جدا او الاهتزاز يعني بالعربي. تمام. هتقوم ضايفه على الايه الباك جراوند. تمام. لما تيجي تتفرج عليه هتلاقي شكله عامل كده. طبعا كتير قوي يعني الشيك كتير قوي، لازم تهديه شويه. تمام. اول حاجه السبيد هناخدها نقول مثلا ل5. خلاص. والسترينث هناخده مثلا ل15. حلو كده يا عم الحاج. طبعا انت مش لازم تبدا الافكت على طول من اول الشوت. انت ممكن مثلا لو انت عايز تعمل شيك افكت في حته معينه او انت قلت كلمه فعايز تبتدي تعمل الافكت، انت طبعا ممكن تشد زي ما انت شايف اهو هيبان لك العلامه دي وبعد كده هتشده. انا مثلا عايز ابتدي من هنا مثلا. خلاص تبقى الحته دي ثابته وبعد كده يقوم ايه مهزوز. حلو كده معايا كده يا صديقي. حلو قوي الكلام. دلوقتي طبعا لو انت اتفرجت على الافكت بالمنظر ده هتلاقي ان شكله مش حلو. طبيعي طبعا شكله ما يكونش حلو. ليه بقى؟ ان انت هنا بقى ايه البولا ستيب اللي انا هديها لك ازاي تحلي بقى الشيك افكت. ايه اللي ناقص؟ برافو عليك يا صديقي، اللي هو البلور او اللي هو الديستورشن بلور. لازم يبقى فيه بلور. هتلاقي هنا برضو هنا ناحية الافكت برضو في اللينس، هتلاقيه في اللينس. خلاص هتلاقي فيه حاجة اسمها بلور. تمام. هتضيف البلور. هنعلم بالكرسر بالظبط فين الافكت بيحصل. هاخد الكرسر اهو بيبتدي من هنا. اقوم جاي البلور ايه شادد البلور بالماوس كده. تمام. كليك شمال. بعد كده اهو مشده على الايه التايم لاين كله. حلو الكلام. البلور دي طبعا انا بالنسبه لي هي كتير قوي فانا هخليها مثلا على 19. خلاص. طيب في حاجه مهمه جدا لما تيجي تعمل البلور او الشيك افكت بشكل عام ان البلور ممكن تحط له كي فريم. تمام. يعني البلور لما يبتدي مره واحده كده ما بيبقاش شكله لطيف. يعني نتفرج مع بعض. تمام. اهو انا ببص بعد كده فجاه هتلاقي يعني انت فاهم اكيد انت شفت وفاهم يعني اللي انا بقول لك عليه. تمام. طيب دلوقتي احنا البلور هنعمل له كي فريم هنا. هتلاقي هنا في السبيشال افكت هتضغط عليه. تمام. هتضغط هنا الكي فريم. تضغط شيفت تحرك 10 فريمات. هعمل كي فريم تانية هرجع الكي فريم الاولانيه واعملها على زي. خلاص. وانا بالنسبه لي انا عايز اضيف يعني اقلل السترينث بتاع الشيك شويه اخليه 10. كويس. خلاص. السبيد كويس. حلو. فدلوقتي لما تيجي تتفرج على الافكت هيطلع معاك كده. هو لسه شكله محتاج يتظبط شويه. طيب انت دلوقتي عملت الشيك هنا. خلاص. في ناحيه الايه اللاير اللي تحت. انا بالنسبه لي انا دي ما بنعملهاش. تمام. انا للاسف انا جايب لك شوت انا مش عامل لك الشرطين عشان كده ممكن تلاقيه شويه مش كويس او يعني شكله طبعا هيبقى افضل بكتير لو انت عملت اللي انا قلت لك عليه اللي هو صورت نفسك صورت الباك جراوند لوحدها 30 ثانيه بعد كده انت رحت قاعد على الكرسي او عملت المشهد بتاعك عادي جدا. تمام. وبعد كده بتدخل الاثنين على كاب كات وتبتدي ان انت تغيرهم بيبقى اسهل بكتير. طيب يا صديقي انت دلوقتي حطيت البلور وحطيت الشيك افكت على الشوت بتاعتك. تمام. دلوقتي ايه هو بقى البونس ستيب اللي انا عايز اديها لك؟ هتيجي هنا ناحيه الافكت. تمام. هتلاقي حاجه اسمها جليتش. تمام. اي حاجه في الجليتش دي انت ممكن تضيفها حرفيا. انا بالنسبه لي انا بحب احط دايما الكروماتيك على الافكت ده. تمام. فهنضيف الكروماتيك زي ما انت شايف. وما تنساش ان انت طبعا لازم يبتدوا مع بعض ويخلصوا مع بعض. تمام. حطينا الكروماتيك. تمام. هتيجي بقى تشوف اللي انت عملته هيطلع معاك بالمنظر ده. وطبعا قول لي في الكومنتات تحت لو عجبك او لو ما عجبكش او قول لي يعني ما عجبكش ليه عشان طبعا نطوره ونحسنه. ده طبعا انا شايف ان دي اسهل طريقة ان انت تعمل بيها الافكت بتاع اللي هو ايه كأنك يعني بتنهار نفسيا وعصبيا. تمام يا صديقي. شكرا يا صديقي على متابعتك للفيديو. ولو عجبك يا ريت تعمل لي سبسكرايب تحت
ويا ريت تقول لي رأيك في الكومنتات تحت. تمام. وهتلاقي تحت في اللينك ديسكريبشن هتلاقي فيه خطوات عمل الإفكت ده، لو انت عايز يعني تتمرن يا ريت ان انت تتمرن. ولو اتفرجت على الفيديو ده انا بشرح فيه عن الكي فريمز باستفاضة، يا ريت تتفرج عليه قبل ما تتفرج على الفيديو ده. وشكرا.